فرح لأن بعض النواب اسقطوا وحب إنه يحتفل. شلون احتفل هذا المينون؟ يجمع كم جمل دياي وقرر إنه ينحرهم بطريقة وحشية، لدرجة إن اللي قاعد يصور قاعد يقول قاعد تنحره غلط. غير إن طريقة النحر غلط، أول ما نحره للحين ما مات، الجمل قاعد يصرخ وقتشه حيل بالسكينة ورا بعض. ليه؟ دياي قاعد يقطعهم بإيده ويحذفهم، وغير هذا لما قاعد يذبح الجمل، جمل ثاني قاعد يطالعه ومعلقينه فوق كذي. شنو هذا؟ شنو هالتصرف الغير إنساني البشع؟ ومفتخر ملطخ روحه بالدم. شنو عبالك رامبو؟ عباله عنتر زمانه يوم استقوى على كائن ضعيف. ترى هذا ما يدل على رجولتك، هذا يدل على ان انت حتى ما فيك ذرة رجولة. تبون تجيبونها من جانب ديني، الرسول عليه الصلاة والسلام شوفوا لأي درجة قال الخروف لا تذبحونه قدام خروف ثاني حتى ما يرتاح، والسكينة لازم تنحد، ومن أول قصة خلاص يموت وما يتألم. شوفوا لأي درجة دين الإسلام يرحب. تبونها من الجانب الإنساني، ما في أي بني آدم بهالدنيا يستانس لما يشوف أي كائن حي قدامه يتعذب إلا الإنسان الغير سوي. على فكرة أغلب المجرمين يبلشون يعذبون الحيوانات، بعدين يكبر الموضوع معاهم لين لما يوصلون حق البشر. عرفتوا؟ فهذول خطر على المجتمع. ليه متى كل شي نضحك عليه؟ خلاص في مواضيع لازم ناخذها جد، لازم نحط حد ولا إذا ما حطينا حد هالأشكال تطلع وتذبح بالحيوانات عاد، بعدين حتى على الأوادم تتهجم على الأوادم لأنه مو سوي. جد وايد تضايقت وايد. شلون كل ما أتذكر شلون الجمل تعذب وقاعد يصرخ أنا قاعد أتقطع من داخلي. قبل بس لا أسكر لأن جد بس أبي بس أسكر تليفوني، جد حدي متضايقة، ما أقول له غير حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شبه ريال، أو أقول لك أنت حرام إن قال لك شبه ريال نسميك المعتوه. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا معتوه.